تخيل معاك شاكوش تحفة فنية وشكله جميل ومذهب بس معمول من ازاز ومنقوش بذهب. هل هتقدر تدق بيه مسمار واحد؟ للاسف اغلب التصميمات اللي بنشوفها عاملة زي الشاكوش ده. مش كل تصميم مبهر هو تصميم ناجح. في الفيديو ده هقولك الفرق الجوهري بين التصميم اللي مبهر للعين والتصميم اللي بيبني البيزنس بتاعك. كتير من اصحاب البيزنس بيقعوا في حب التصميم الفني وبينسوا انهم محتاجين تصميم استراتيجي. طب ايه الفرق بينهم؟ النوع الاول التصميم الفني، ده عامل زي الشاكوش الازاز اللي شكله جميل لكن مش بيأدي وظيفته، بيركز على الجماليات وبس، زي الوان ترندي، زي خطوط فنيه بس غريبه قوي. في المحصله بيطلع التكوين مبهر لكنه زحمه جدا، بيكون جميل لدرجه ان رساله الاعلان نفسها بتضيع في النص والعميل مش بيفهم انت عايز ايه. النتيجه ان التصميم بيكون شكله مبهر بس مش بيحقق النتيجه ولا بيقول للناس نعمل ايه. النوع الثاني وهو التصميم الاستراتيجي. التصميم الاستراتيجي ده زي بالظبط الشاكوش العادي، ممكن يكون مش اجمل حاجه لكنه فعال بنسبه 100%. بيركز على الوضوح والهدف وكل عنصر محطوط لسبب. العنوان الرئيسي كبير وواضح عشان يخطف العين، صورة المنتج بتوضح أهم ميزة بشكل مباشر، الكول تو أكشن محطوط بشكل واضح وبلون مختلف ومميز، وفعل أمر صريح زي اشتري دلوقتي، ابعت لنا رسالة، اسألنا عن السعر، عشان العميل بتاعنا ما يتوهش. النتيجة تصميم بسيط وواضح ومباشر وبيخلي العميل ياخد أكشن. باختصار بيجيب فلوس. الخلاصة ما تدفعش فلوس في لوحة فنية مكانها في معرض، استثمر فلوسك في أداة تسويقية فعالة وظيفتها تكبر البيزنس بتاعك. دور على التصميم الاستراتيجي مش بس التصميم الفني. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، واستناني في فيديوهات جاية عشان الجاي أكيد هيفيدك.